انا حولت دي لدي. تعالى بقى اقول لك عملتها ازاي. انا عملت الصوره دي من زمان، كان في ناس كتير بتسالني على حاجات فيها مثلا او عملتها ازاي او كده، فقلت اعمل فيديو انا اشرح فيها. انا حبيت اعملها تاني فعملتها على مستر بيست. كنت لسه عامل فيديو صممتها من الصفر وعملت كل حاجه من الصفر، بس لقيت الشاشه ما بتسجلش بعد ما صورت كل الفيديو. يلا المهم انا اعملها تاني يعني، بس ما تنساش اللايك والسبسكرايب بس عشان انا عايدها مرتين يعني وكده فظبطني يعني. المهم انا دلوقتي هشرح على فوتوشوب. انت طبعا لو ما عندكش فوتوشوب كمل الفيديو عادي، ان انا بشرح الفكره عامه او الطريقه مش على فوتوشوب بس. انت بقى بتطبقها في اي برنامج انت بتستخدمه بالطريقه اللي انت عارفها، ان شاء الله يعني تستفاد باي حاجه يعني. المهم قبل ما ببدا بشوف اهم الحاجات اللي انا محتاجها عشان اروح اجيبها من على جوجل. فانا دلوقتي هي لو فكره في دماغي من غير ما ابص على حاجه كده بقى محتاج دولار وفلوس، واللي هو النص دولار ده، وابقى محتاج فلوس، وابقى محتاج الورقه المقطوعه وكده. فيلا اوريكم ازاي بجيب كل حاجه. طبعا انا حطيت لكم الملحقات كلها بتاعت الصوره دي في الديسكربشن بالبي اس دي، لو حابب تاخدهم وتجربهم انت تعمل تصميم انت ليك هيبقى هيساعدك جامد يعني. ممكن تبعتها لي على الانستا ولا حاجه واقول لك رايي وكده يعني. المهم انا طبعا مادام عايز الدولار ده اللي هو مقسوم بالنص، فرحت رايح كاتب 100 دولار بي ان جي. بكتب بي ان جي ده اللي هو عشان يجيبها لي من غير خلفيه. وبلاقي بقى صور كتير زي دي، فانت ممكن الصوره دي تنفع معاك عادي وتشيل انت الدايره دي. بس انا لقيت الصوره دي جاهزه مثلا، وممكن برضو بتلاقي صوره تانية تلاقيها برضو اهي زي دي مقصوصه. فانا لقيت الصوره دي جاهزه عامه، دخلت على الموقع وحملتها ولقيتها مجانيه وخلاص تمام قوي يعني. تاني حاجه الورقه المقطوعه دي، انا بتكتب تورنت بيبر لاينز بي ان جي برضو. انت ممكن لو انت ما تعرفش بالانجليزي هتروح على جوجل ترانسليت وتكتب مثلا ورقه مقطوعه او كده، وهتشوف يعني تفضل ماشي لحد ما تلاقيها. هتلاقي برضو كتير هنا. وبرضو الايد اللي هي ماسكه الفلوس هتلاقي انا كتبت هاند هولد ماني فان، اللي هي ايد ماسكه زي مروحه فلوس كده. ممكن تلاقي بقى انت فلوس اللي انت عايزها، او ممكن تجيب بس اللي انا عملته في الصوره دي ان انا جبت مثلا ماني فان بس اللي هي الفلوس دي، وجبت ايد بس من غير ما ماسكه حاجه، وانا ركبتهم مع بعض هنا عشان هي كده كده الايد مش باينه قوي يعني. وبرده هنا في الفلوس نفسها هنا في زي اللي هو التكستشر كده بتاع الفلوس، اللي هو بيبقى زي تحسه خشن شويه كده، فبتكتب ماني تكستشر. التكستشر ده اللي هو بيتحط وممكن بنقلل الاوباستي وكده. هتلاقي بقى اشكال كتيره زي دي. انا ليا زي دي مثلا، ليا زي بتاعت فلوس وكده. انت ممكن عادي تاخد اي واحده فيهم، هي اهم حاجه يكون في تكستشر يعني فوق الصوره يعني مش ساده كده. انت لو ركزت هنا هتلاقي ان هي تحسها فيها تكستشر كده اللي هو كأنها كده بارزة يعني. فيبقى كده تمام، احنا جبنا الحاجات بتاعتنا. نمسح بقى كل حاجة. دي طبعا صمنيل لمستر بيست يعني، هي انا جايبها محملها عادي. واول حاجة اروح قصه، بروح دايس على كويك سيلكشن تول هنا، بدوس عليها وبعدها اختار سيلكت سبجكت من هنا. والافضل اروح دايس على السهم ده واختار كلاود عشان بتطلع يعني كواليتي احسن. وتروح دايس على سيلكت سبجكت. المهم يروح مختارها لك كده. هتروح دايس تحت هنا على الماسك، وانت طبعا دايس على اللاير بتاعت مستر بيست. هتروح دايس على ماسك كده، هيروح شايل لك الخلفيه كده. فانا طبعا حبيت اصغر مستر بيست شويه عشان هو كان كبير مثلا كده فهيبقى واخد زياده. فعشان املى التيشيرت من تحت انا بعملها بالفوتوشوب هنا بجنريتيف فيل. جايب سيلكشن كده وتحدد بس اي تحديد كده، هتحدد هنا وبعدها تروح دايس على جنريتيف فيل وبعدها جنريت. هتقعد تستنى شويه كده لحد ما يطلعها لك. انا ساعتها عملتها وطلعت لي الصوره دي يعني. هو كملها هنا، وطبعا هي شايف مش مظبوطه 100%، بس انا قلت لك هي في الاخر الحاجات دي مش هتبان قوي يعني. بس طبعا لو انت عايز حاجه احترافيه اعملها يعني كده. انا قصدي ان انا عشان ده توتوريال بس. بعد ما عملت صوره مستر بيس كده تمام، رحت رايح جايب صورة خلفية من على جوجل عادي. كتبت باين جيمنج روم او جيمنج سيت اب، وبتشوف يعني خلفية مناسبة. رحت رايح على الفلترز فوق ودخلت على البلور وعملت جوشن بلور ده، وزودته بقى مثلا كده على 5 ولا 6 لحد ما طلع معايا حاجة زي دي. كده كده بروح دايس عليه ورايح على adjustment هنا، ومقلل exposure شوية وبغمقه كده شوية، اللي هو اغمقه كده وازود جاما كوريكشن يعني. شايف هو من هنا كده بقلل دي شوية وبزود الجاما كوريكشن شوية، هيغمقها كده. انا كنت عاملها حاجة زي دي. وبرضه اروح دايس على اللاير وادخل على adjustment واختار hue and saturation، واحرك المؤشر كده لحد ما يجي معايا اللون الاخضر، لان انا طبعا اتكلم عن الفلوس وكده فيبقى الخلفيه لون اخضر احمر يعني مش حلو كده. ظبطنا الخلفيه والشخص. نيجي بقى لاهم حاجه اللي هو الدولار المقصوص كده. انا طبعا رحت جايب الدولار اهو عادي الصوره اهي، ورحت مظبطها هي في النص. هي عشان كان بي ان جي ومقصوص اصلا، هي جايه كده جاهزه يعني، هي جايه مقصوصه جاهزه. وتروح تختار بالسلكشن تول هنا وتروح دايس ماسك علشان يشيل الباقي يعني.
او يا اما تشيلها بايدك، اي حاجه، في كذا طريقه طبعا عادي. اهم حاجه تشيل النص التاني يعني خالص. وبعديها رحت جايب الورقه اللي احنا جبناها مقطوعه دي، جبتها وتحطها برضو في النص بالظبط. رحت برضو مزود لها دروب شادو، اللي هو ادوس على اللاير واخش على الافكتس من هنا، وبعديها اختار دروب شادو وازود دروب شادو كده، بيبقى حاجه خفيفه يعني، اي ظل يعني مش مهمه قوي، بس يعني هي بتبقى حلوه اللي هي تدي شكل 3D كده. رحت جايب التكشر بتاعتي حطيتها بين مستر بيست والدولار كده، يبقى ورا الدولار بس. ده التكشر اللي هو بتاع الفلوس اللي احنا جبناه، واروح اعمل له نفس الماسك، اشيل بس يبقى على النص ده بس. وبعديها دوست على اللاير ودخلت على البلندنج مود من هنا، واخترت هارد ميكس. انت ممكن تجرب كذا حاجه، هتلاقي ممكن عادي كذا حاجه ينفعوا. فهي طبعا هارد ميكس زي دي عشان هي تحسها تبقى قويه كده. وطبعا رحت مقلل الاوباستي، تبقى حاجه مثلا على 20 مثلا كده، عشان تعمل لون بقى تروح جاي فوق التكستشر وتدوس تحت هنا على اللي هي الدايره دي اللي جنب الماسك، وتروح مختار هنا الجريدينت ماب، فهتطلع لك الجريدينت ماب دي. اللونين هنا دول هنروح فاتحين كده، وتحاول تجيبهم يبقى نفس الالوان بتاعه الدولار كده. انا قعدت ساعتها اجرب كتير، كانت حاجه زي دي كده، ورحت جايب دي برضه هتبقى نفس اللون بس اغمق افتح شويه. قعدت يعني اجرب فيها لحد ما طلع معايا اللون ده. انا برضو كده كده كنت سايب لك البيس دي تحت لو انت حابب تعمل، او لو حابب تاخد الالوان. لو حابب تاخد الالوان بالظبط، هي كده كده مش حاجه ثابته يعني، بس لو حابب تاخد الالوان فالاكواد بتاعتها اهي. ده اللون الاولاني، وده الكود بتاع اللون التاني. ورحت اعمل ماسك برضو، اشيل النص ده خالص. ورحت بعديها حسيته تقيل شويه فهتخففه، مثلا خففته مثلا كده على 75. رحت بعديها واخد نفس الجريدينت ماب دي، وفضلت دايس على الت وشديت كده، فهي اخدت كوبي منها، ورحت مرجعها ورا مستر بيست. يعني هي كده بقت على الخلفيه بس بنفس الماسك، فهي بقت حاجه زي دي. شوف ده قبل وده بعد، هي عشان تبقى على الخلفيه يعني، تبقى كانها الخلفيه مفصوله. طبعا احنا خلصنا بنسبه كبيره النص دولار ده. انت بقى ممكن تشوف هل الصوره، هي بتبقى على حسب الصوره، فانت ممكن تحس ان الصوره هنا مثلا محتاجه تتبرز اكتر، فممكن تزود لها برايتنس او تقلل لها برايتنس. انا هنا قللت شويه برايتنس، حطيت برايتنس عادي على مستر بيس بس، وعملت الماسك يبقى على النص ده بس. يعني انت ممكن تظبطها انت بالشكل اللي انت حابه يعني، مش حاجه ثابته. وكمان دلوقتي حسيتها هي اخضر شويه، محتاج النص ده يبقى كانه زي رايح ناحيه الابيض والاسود. فروحت جاي برضو بنفس الماسك، اروح رايح على حاجه اسمها فايبرانس هنا، هروح دايس عليها واعمل نفس الماسك برضو ان هي تبقى على النص ده بس. رحت مقلل شويه فايبرانس وهيون ساتوريشن، بس اهم حاجه تركز ان هي على النص ده بس بنفس الماسك. احنا يعتبر نفس الماسك اخدناه على كذا حاجه، جريدينت ماب والفايبرانس وكذا حاجه هنا. الماسك ده اللي هو حاجه زي كده، انت لو خدت بالك هو ثابت في كله. فالمهم دي قبل ودي بعد، فهي يعني وديتها كده من ناحيه الابيض والاسود شويه عشان الصوره مش ملونه قوي. المهم ورحت جاي ورا مستر بيس كده، ورحت دايس نيو لاير من تحت هنا، رحت رايح على البرش واخترت من تحت هنا اللون الاخضر، لون الاخضر كده، او اللون ناحية الفلوس شوية عشان يبقى زي اللون اللي ورا، عشان بس بتعمل زي لايت كده اللي هو يفصله عن اللي ورا. ورحت دايس كده، وطبعا وتروح مقلل الهاردنس خالص، تدوس كليك يمين وتقلل الهاردنس خالص، وتروح عامل كده دايس كليكتين ولا حاجة، وتروح محولها من البليندنج مود هنا اللينير ادج، تبقى مثلا حاجة زي دي كده عشان كأنها لايت كده جاي من ورا. ورحت بعدها عشان اعمل له جلو زي ده كده، رحت دايس على اللاير بتاعت مستر بيست هنا، ورحت نازل تحت على الافكتس واختار انر جلو، وبعدها اختار اللون الاخضر او اللي هو نفس اللون كده بتاع الفلوس كده، يبقى اللون اخضر مثلا او اخضر فاتح شويه. البلندنج مود هنا تروح محولها اللينير دوج اد، والحجم بقى بتاعها ممكن تكبرها كده شويه يبقى 25. الاوباستي مثلا بتبقى 50%، 60%، على حسب انت بتشوف هنا. انت طبعا بتركز على النص ده بس، سيبك من الباقي لان احنا هنمسح الباقي دلوقتي، فانت بتركز على الحته دي بس لان هي الحته دي اللي هتحط عليها. بتزود بقى وتقلل براحتك. بعد كده بتدوس اوكي، وتروح رايح هنا هتدوس كليك يمين، وبعدها تدوس كرييت لاير، هتلاقي طلعها لك هنا كلاير فوق. هتروح دايس عليها ودايس ماسك، وتروح دايس كنترول اي عشان يعكس لك الماسك ان هو يبقى كله اسود، وانت هترسم هتزود دلوقتي.
وتروح دلوقتي بالبرش، تروح دلوقتي ماسك البرش وهتمشي كده اللي هو هترسم بقى مكان الماسك، يعني ايه اللي يظهر من الجلو اللي احنا لسه عاملين ده. فتعمل حاجة زي دي كده، بس انت بتحدد الحتة دي زي ما قلت لك. وممكن فوق كده خفيف، طبعا انت هتحاول تخفف اللي فوق عشان يبقى ان اللي هي هنا مركز، وفوق هنا يبدأ يخف واحدة واحدة لحد ما هي في الاخر طلعت معايا حاجة زي دي كده. انت طبعا لو اخدت بالك هي مش ثابتة، شايف دلوقتي عن اللي انا عملتها المرة اللي فاتت، فانا زودتها شوية. هي يعني مش حاجة ثابتة طبعا 100%، بس انت بتعملها كده بيبقى شكلها حلو من بعيد كده. لو اخدت بالكم كل شوية ببعد كده شوف هي شكلها من بعيد عامل ازاي، لان الصور في العادي اصلا هتشوفها وهي كده مش وهي كبيرة يعني، الصور المصغرة خصوصا. ورحت رايح برضه على الشخصية، ورايح على adjustment ومختار color balance، ومن هنا رحت مزود شوية الاخضر عشان هو طبعا في بيئة خضرا فهيبقى اخضر شوية. بتزود مثلا الشادو هما في هنا 3، بتقعد بقى تزود منهم كده شوية لحد ما تلاقي ظبطت بنسبة كبيرة. انا ظبطت معايا على حاجة زي دي. كنت جايب هنا الصورة بتاعت البورصة ورحت حطيتها ورا في الخلفية كده، هي حتى الكواليتي ما كانش حلوة يعني، بس رحت حطيتها هنا ومظبطها برضو تبقى على النص ده بس. ورحت محولها البلندنج مود لينير ادوج عشان تبقى زي السطحة كده. ممكن انت برضو تجرب حاجة تانية لو عجباك. انا ممكن سبتها دي كده وبس، اللي هي تدي شكل كده في الخلفية. وحسيتها تقيلة فرحت مقلل الاوباستي شوية كده، تقلل الاوباستي كده عشان تخففها. وبعدها عشان اعمل الايد اللي ماسكة الفلوس هنا، فانا اصلا زي ما قلت لكم انا جبت الفان لوحديها او الفلوس كده على شكل مروحة لوحديها، وجبت الايد لوحديها. هي دي لو خدت بالك هي عادي دي ايد لوحديها اصلا، وانا رحت حطيتها هنا فوق الفلوس فبنت ان هي ماسكاها، يعني كده كده حاجة صغيرة قوي مش باينة قوي يعني. وبعديها رحت عامل كلر بالانس برضو على الفلوس ومخليها اخضر زي ما عملت في مستر بيس من شوية، وعامل نفس طريقة الانر جلو اللي هي الجلو يبقى على كله. ورحت عامل الماسك وكرييت لاير اللي انا لسه برضو شارحها لمستر بيس لما عملنا دي، عملتها برضو على النص ده بس لان هي الضوء جاي من هنا، والحتة دي طبعا عشان هي بعيدة عن الضوء فالمفروض الحتة دي هتكون بالظل. فرحت جاي على اللاير وعامل نيو لاير. طبعا هو هنا لما اقول مثلا على الفلوس يبقى انت لازم تعمل كليبنج ماسك على الفلوس بس. كليبنج ماسك ده اللي هو يبقى الشغل على الفلوس بس مش على اي حاجة تاني. طبعا برضو اللي مش عارف ازاي كليبنج ماسك بيتعمل، انا مثلا اللاير دي عايز اخليها كليبنج ماسك على الفلوس بس، كل اللي فوقيه ده كده كليبنج ماسك. فبروح جاي كده، بروح جاي على اللاير كده وهي الماوس اهو عادي، اول لما بدوس على الت افضل دايس على الت كده، فهو الماوس اتحول اللي هو للشكل ده هيخليها كليبنج ماسك اهو. المهم بعد ما اخترت اللاير دي اروح رايح هنا على الجريدينت تول واروح دايس عليها، واختار فوق هنا من البيزكس هختار تاني واحدة اللي هي هتبقى لون ولون، اللي هي لون والباقي شفاف. واروح هنا محول اللون الاساسي الاسود، هتلاقي اتحول هنا الاسود. لو اختاروا تاني حاجة هنا الاسود، هنا اللون الاسود هيبقى هنا اللون الاسود. ركز هنا بس. والمهم رحت رايح على الفلوس كده، وانا طبعا مادام عامل اللاير كليبنج ماسك الجريدينت ده مش هيبقى موجود غير على الفلوس، فروحت عامل شادد كده على اساس ان هو يبقى الجريدينت ماشي كده كأنه الحتة دي ظل يعني. المهم برضو الايد طبعا من تحت هنا ما ينفعش تبقى سطحة كده، لازم برضو تعمل لها جريدينت. فروحت عامل لها جريدينت بنفس الطريقة، اخدت كده اللي هو وشديته نفس الكلام، وعامل لها كلر بالانس برضو اوديها للاخضر شوية. طبعا انت تقدر تظبطها اكتر من كده، انا بشرح بس الشكل العام دلوقتي يعني فمشوا الدنيا يعني. المهم احنا كده يعتبر خلصنا كل حاجة، مش ناقص غير الكلام ده ازاي عملته. فالمهم ده عملته ازاي، رحت رايح اعمل نيو لاير في اي حتة كده، ورحت عامل ريكتانجل كده وخليت لونه ابيض، ورحت عامل الراوند كورنر يعني تبقى الكورنرات بتاعته كورنر كده من هنا. رحت شادد كده شوية وخليته على الحجم اللي انا عايزه، يعني انا بشوف انا عايزه قد ايه. اعرف ازاي دلوقتي انا بشوف اهو بمشيها كده بالسنس كده كده ممكن اظبطه شويه. انا مثلا تمام اوي حاجه زي كده، حاجه زي كده ماشي. واروح محوله من دلوقتي بقى، بدل ما اعمل الشغل هنا انا رحت محوله لسمارت اوبجكت. حولته لسمارت اوبجكت كده عشان لما ادخل عليه، لما ادوس عليه كليكتين
فانا دخلني في مشروع تاني، فكأني هشتغل هنا مشروع لوحده، ولما اعمل سيف هيرجع تاني يتسيف هنا براحته. رحت رايح وكاتب الكلام، تكتب اي حاجة باي خط بقى. وطريقة الفلوس دي عملتها ازاي؟ جبت عادي الفلوس زي ما قلت لكم ان هي PNG لوحديها، ورحت واخد واحدة كوبي. طبعا قعدت اظبطها، انا ممكن افضل دايس كنترول واظبطها كده شوية، احودها يمين شوية شمال شوية كده. ظبطتها شوية يعني لحد ما خليتها تبقى حاجة كده كأنها جاية كده. انت ممكن تعملها بشكل تاني على حسب اللي يعجبك. واروح واخدها كوبي واعمل لها فليب. اعمل لها فليب ازاي؟ اروح دايس كنترول وتي، وبعدين ممكن ادوس من هنا يعمل لها فليب على طول، او يا اما ادوس كليك يمين وبعدين فليب هوريزونتال هنا يعمل لها كده على طول. نفس الكلام تحت، اروح برضه اعمل له كوبي. المهم لحد ما طلعت حاجه زي كده يعني، وظبطت الكلام وكده. وبعدين انت لو اخدت بالك انا كنت عامل كده حاجه زي تحس ان المربع ده 3D كده مش فلات قوي. ده عملته ازاي؟ رحت هنا على المربع ودخلت على الافكتس وعملت حاجه اسمها انر شادو، مثلا حاجه زي دي. بعد ما بخلص الشغل بتاعي في المشروع بتاع المربع ده، اروح دايس كنترول واس، اجي ابص هنا الاقيه اتعدل هنا كده. فطبعا بعد ما اتعدل هنا اروح جايبه بقى ورا مستر بيست، ورا الليله دي كلها، هيبقى بس فوق الصوره بتاعت البورصه دي او اللي هو الكلام الطالع ده اهو كده هيبقى وراه. وبعدين انت لو بصيت برضو انا كنت عاملها كده تحسها شفافه شويه او بشكل غريب. فانا دي عملتها ازاي؟ دخلت على البليندنج مود ورحت محولها الكالر دوج، فتحولت للشكل ده كده. وبرضو لو اخدت بالك كنت عاملها بتحسها بزاويه كده شويه او كانها طالعه لبره. دي بتعملها ازاي؟ وانت ماسك البتاع بتدوس كنترول وتي، هيجيلك كده تروح دايس كليك يمين وبعديها تختار هنا خيار البرسبكتيف اللي هو المنظور. بس مش هتلاقي حاجه اتغيرت، هتروح بس شادد دي كده لتحت، وممكن تصغر دي كده شويه، بس كده هتلاقي حاجه زي كده. بعدها اخر حاجه بروح حاطط اللي هي فينجيت دي بقى بتفرق بقى شويه، اللي بتبقى الحواف كده مضلله. دي ممكن عادي تكتب على جوجل فينجيت PNG، بتظبطها انت بقى وتقلل الاوباستي لحد ما تطلع معاك حاجه زي دي. هي بتبقى دي قبل ودي بعد، هي فاهم بتدي للحواف كده ما تبقاش شارب قوي، فبتدي شكل حلو كده للاخر. المهم كده الصوره خلاص خلصت. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال اكتبولي في الكومنتات او اي حاجه حابب نعدلها. واتمنى اكون فدتك باي حاجه، وبس كده، مع السلامه.